3 أيام بس على مونديال، وأنا صحيت ألاقي هوزيه مورينيو رجع ريال مدريد رسمياً. فلورنتينو بيريز كسب الانتخابات ب65 بوماية ودفع 15 مليون يورو شرط جزائي لبنفيكا، القرار اللي ما حدش بيتكلم عنه. هقول لكم بعد شوية. وبس استنى الجامد، كريستيان إريكسن وقع تاني في ماتش دنمارك ويوكرين. بس دكتور أمان التخب طلع قال كلام طمن العالم كله. البيس ميكر اللي اتحط له من 2021 اشتغل زي ما المفروض، فاق بسرعة ومشي برجليه بروا ملعب. ربنا ستر. وفي حتة تانية، سكالوني صحي على أخبار حلوة في تكساس. نيكو باز اتمرن مع الجماعة لأول مرة. مولينا ومونتيل كمان رجعوا للكرة. أنا شخصياً شايف إنه سكالوني بيلعبها صح. مسك الكبار في وش الحيط وخلى باليردي برو ساكت لحد يوم الاثنين. وخليني أوجعك برقم، كاميرون هتغيب عن أمونديال لمارة الرابعة من سنة 1982. نيجيريا غايبة لمارة الثالثة من 1994. تاريخ أفريقيا كله البطلين الكبار قاعدين في البيت، حرام عليهم. وتعالى نرجع للوعد بتاع أول الفيديو. فلورنتينو بعد ما كسب قال هرمي 150 مليون يورو يوم الثلاث على مايكل أوليس. بايرن قالوا لأ من امبارح. أنا رأيي فلورنتينو بيحكم السوق بالعافية، وعلى جثة بايرن هيجيب اللي هو عايزه. ده اللي اسمه قرار رئيس. ولا تنسى الحكاية المجنونة دي. تيم بين مدافع نيوزيلند كان عندوش 5000 فولور. إنفلونسر أرجنتيني عملوا كول على تويتر، النهاردة بقى عندوش 5 مليون. ياه، الراجل دلوقتي عندوش فولورز أكتر من سكان بلده كلها. طب وانت انهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ مورينيو في ريال ولا الإفريقيا اللي قعدت في البيت؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرا كل كومنت. 3 أيام ومرجعش غير بعد 6 ساعات.